هذه هي ألذ موس وشوكولا تقدروا تاكلوها بالفراوله والكرامبل اللي مدلها قرمشه هايله وبزاف سهله. توجديها تمتم الا كانت عندك عرضه ولا حتى حبيتي تحضريها للسهره. ارواحوا نحضروها كيف حطيت لا مارغارين في لو ريسيبيون وجبت فرينه ماما تي 45 الممتازه، هي اللي توالمني للوصفات الخفيفه. زدت عليهم الكاكاو، السكر، وديروا المكسرات اللي تحبوهم ورحوهم خشان مع لافيتين، قرصه مليحه تاع الملح. وخلطت كلش بيدي حتى يولي لكم الخليط ديالكم كيما هذا. وهكذا نخدموا الكرامبل، نديروه في سنيوه ونحلوه كامل، بصح نخلوه هكذا كتل صغيره كيما راكم تشوفوا. دخلته يطيب على 170 درجه ورحت نوجد لا غاناش، درت فيها شوكولا اولي وشوكولا نواغ، وتقدروا ديروا شوكولا نواغ برك. زدت عليهم لا كريم فريش اللي سخنتها حتى لحقت درجه الغليان، ونقعدوا نخلطوا هكذا في الوسط حتى يندمجوا مليح. خليتها بردت ووجدت لا شونتيي، ومن بعد درت لا شونتيي على لا غاناش ديالي وطلعتهم بالباتور. نكمل كامل الكميه حتى نتحصل على اون موس خفيفه كيما هذه. ومن بعد جبت لي فيغين ديالي، تقدروا ديروهم كبار ولا صغار، درت فيهم هذاك الكرامبل من تحت كقاعده. ومن بعد زدت طبقه من هذيك لا موس وشوكولا. هنا لا شونتيي اللي تضيفوها تقدروا ديروها اون بودر ولا طلعوا لا كريم فريش كيما حبيتوا. بعد قطعت شرائح تاع الفراوله واستفتهم كامل على لو تور تاع لي فيغين، زدت عليها الفوغاج تاع لا فريز، ومن بعد طبقه واحده اخرى تاع لا موس وشوكولا، زدت شويه قرمشه من فوق تاع الكرامبل، وختمت بشوكولا تارتيني اللي زينت بها، واكيد زادت لي بنه. كملت بنص حبه تاع الفراوله من الفوق وقدمتها، جات بزاف بنينه. من زينها وصفه اليوم وما كاين غير ماما اللي تعرف لها.